زميلنا محمد التركي عد تقريرين، نقدر نسمي التقريرين البحث عن سعودي في شركات الطيران الأجنبية. خلونا نشوف الجزء الأول من البحث عن السعوديين هناك. يقف آلاف الشباب أمام مكاتب التوظيف بعد أن قضوا سنوات من عمرهم في الصفوف الدراسية، بينما تمتلئ شركات الطيران الأجنبي في السعودية ب81% من غير السعوديين. في جولة ميدانية للتأكد من صحة هذه النسبة التي كشفتها هيئة السياحة، تفاجأنا بعدم وجود سعودي واحد في أكثر من 9 مكاتب سفر وشركات للطيران الأجنبي. السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا ما في شوف سعودي هنا. وين سعودي؟ هنا ما في تعليم. وين؟ أنت إيش جنسية؟ ليش؟ إيش جنسية؟ هندية؟ هندية بس هندية. ما في عربي. ما في عربي. سعودي يصير. ليش ما في هنا مكتب؟ ليش ما في سعودي؟ This together both. داخل؟ Together, yeah. هذا باب 2 هذا. وين هنا داخل؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ السلام عليكم. يبغى سعودي. وين سعودي؟ سعودي وين سعودي؟ ها؟ ما في سعودي هنا؟ ها؟ اي لا بس ضحك انت حق. طيب وكم نسبة السعوديين موجودين عندكم الآن؟ على مستوى الشركة؟ لا على المكتب اللي هي موجود. المكتب عندنا 5 سعوديين وبالمقابل عندنا قرابة 35 شخص أجنبي. أنا يبغى نفر سعودي هنا. وين؟ نفر سعودي. علي لسه ما يجي. ها؟ علي لسه ما يجي. كله لسه ما يجي. لسه ما يجي. أنت إيش جنسية؟ ما في عربي، انجليزي. عربي؟ ايوه. طيب جنسية ايش هنا؟ كله هندية؟ لا هندي بنغالي. السلام عليكم. من ناحية المكاتب ومن ناحية الشغل الأجانب أكثر، وخاصة وكمان مو العرب، الأجانب بشكل عام. دعوتك بخير. هذا كم سعودي؟ ممكن لنا 3. 3. بس ما بيشوف هنا سعودي. سعودي ما بيشوف. موجود هنا بالمكتب ثاني. من المكتب. ايه. بس باقي هنا كله ايش؟ كله باكستانيين. كله باكستاني. مكاتب الخدمات الجوية نحتاج موظفين سعوديين لأسباب ما، في أجانب ما نفهم منهم ولا كلمة، وفيها السعودي يعني هذا محله سواء هنا أو برا. يتمتع الموظف الغير سعودي برواتب ومزايا عالية تصل إلى عشرات الآلاف. لبرنامج الثامنة، محمد التركي، الرياض.